يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. ينضم لنا الحين استشاري بعلم النفس والسلوكيات الأسرية دكتور ماجد الأهدل. صباح الخير دكتور ماجد. صباح الخير أستاذ سارة، صباح الخير أستاذ رفيق، وصبح على المستمعين الكرام. حياك. اليوم أنا بدون رفيق، بكرة إن شاء الله تكون في رفيق. حياك الله يا دكتور. خلينا نكمل اليوم بفن التعامل مع الرجل. طيب اليوم حيكون آخر فن التعامل مع الرجل، أو في البداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. زي ما قلت لك اليوم حيكون آخر فن في التعامل مع الرجل، والفن هذا نحتاجه كله. أي نعم في مجتمعنا يمكن عيب التكلم عن الفن هذا، لكن لازم نوضح للناس أن الفن هذا جدا مهم في العلاقة الزوجية، وهي العلاقة الجنسية. ونعرف العلاقة الجنسية بأنها عملية تحدث بين الذكر والأنثى بغرض التكاثر وحفظ النوع البشري. وتبدأ العملية الجنسية بين الذكر والأنثى بالإثارة، وذلك عن طريق إثارة الأنثى للرجل. أيضا تحدث العلاقة الجنسية الصحيحة بين الذكر والأنثى عند ممارسة الجنس الشرعي اللي أحله الله عز وجل. فتجهل كثير من النساء الأمور اللي تخليها عارفة تكون سعيدة مع زوجها في علاقتهم الجنسية. أيضا قبل التعامل مع الزوج على المرأة أن تدرك أشياء بسيطة في نفسها. على المرأة أن تحب جسمها بشكل كبير، لأنها إذا أحبت جسمها ستكون أكثر إثارة للرجل من الناحية الجنسية. أيضا الاختلاف بالنفس دائما، لازم المرأة تختلف بنفسها وتنظر لجسدها وتبحث عن أماكن الإثارة فيه، مثلا كباطن الفخذ أو الرقبة أو الشفاه أو الأماكن الحساسة الأمامية والخلفية. طبعا هذا أكثر إثارة عند المرأة. أيضا إبراز أماكن إثارة في الجسم ولفت نظر الزوج عن طريق مثلا حركات الإثارة أو الدلع أو الغنج. لازم تعلم المرأة إنه حركاتها المثيرة هي اللي تثير زوجها وتهمه أكثر من النظر إلى جسمها. بعضهم يا دكتور، عذرا عن المقاطعة، لكن بعضهم تقول إنه أنا أستحي مع إنه تكون لها مثلا 5 سنوات 6 سنوات متزوجة. هذه هي المشكلة أستاذ سارة. الثقافة اللي تعلمناها من آبائنا وأمهاتنا إنه كل شيء عيب. ما وجدنا إنه أبنا مثلا تحضن أبونا أو ما تلبس قصير قدام أبونا أو ما تلبس مثلا ضيق. هذا اللي خلى البنات يفتحوا إنه يسووا الشيء هذا أمام أزواجهم. لكن أنا أتوقع والله أعلم إنه جيل اليوم ما عاد فيه زي الحياة اللي كان في جيل السابق. أيضا أنا حاب أوضح لكل أنثى في طرق معينة لإغراء الزوج. مثلا إغراء نظرة عين، أقول فيها يمكن إغراء نظرة الزوج عن طريق جمال المرأة في عينها، عن طريق استخدام العيون، عن طريق الكحل. أيضا في العين يجذب الرجل، حتى لو لم تكن العين يعني جميلة، تستطيع استعمال مساحيق مثلا لتجميلها لجذب انتباه زوجها دائما عشان تستطيع المحافظة عليه عشان ما يلتفت لغيرها. 2 إغراء الثغر. يمكن إغراء الزوج عن طريق الفم، حيث تستطيع المرأة وضع ألوان مختلفة على شفاهها تناسب بشرتها. الروج مثلا فيه ميزة، وهي أن المرأة تستطيع تكبير الفم أو تصغيره بحسب وضعها له، ويجعل الروج أيضا شفاه المرأة طرية وغير متشققة. أيضا هذا يثير الرجل. أيضا رقم 3 إغراء الصوت. يمكن إغراء الزوج عن طريق الصوت، وذلك يكون بدفء ونعومة بدلع في صوت المرأة، خفة صوتها أثناء حديثها مثلا مع زوجها حتى تلفت نظره لها. أيضا الرابعة الإغراء بحركات الجسد. أيضا تستطيع المرأة أن تغري زوجها عن طريق القيام ببعض الحركات اللي تحرك مشاعر الزوج، اللي تساعده على لفت الانتباه. تقوم المرأة ببعض الحركات مثلا تضع عفويتها بطريقة مقصودة من قبلها، وتوضح لزوجها أن هذه الطريقة غير مقصودة. فإذا كان الزوج يعلم بنية المرأة يلفت انتباه دون أن يكون ذلك عفويا. طبعا إلى إذا كان أدرك أنها هي بتسوي هذه الحركات مقاصدة فحيجعل الزوج ينفر منها. أما إذا قامت يخرب الموضوع بالمسح والكنس مثلا والتنظيف وهي مرتدية مثلا ملابس مغرية، تقوم ببعض الإيحاءات والإنحاءات، حتى تقي بجانب التلفزيون تنظيف شيء ما وهو يتفرج التلفزيون، تقوم بطلب مساعدة الزوج مثلا يرفع له شيء معه ومساعدته، وتمسك يده مثلا أو تلتصق جسمها بجسمه. بس لا تمسح التلفزيون وقت مباراة. أيوة هذا يغري الرجل أيضا. هذا ممكن نسوي النتيجة العكسية، يعني إنه أنا أتفرج مباراة وأنت جاية تمسحي الحين. لا صدقيني لما يجي تمسح وتغريب جسمها أو تغريب ملابسها، لأنه في إغراء بالملابس اللي أنا جاي النقطة اللي بعدها اللي هي الإغراء بالملابس. أيضا يمكن للمرأة أن تغري زوجها عن طريق ارتداء للملابس الشفافة أو القصيرة أو الملتصقة بجسدها. طبعا ما فلا حياء بين الرجل والزوجة، لأن الرجل في هذه الأيام يشاهد الكثير مثلا الفتيات اللواتي يرتدن الملابس الفاضحة في الشارع مثلا، أو حتى في
التلفزيون ويبدأ ينتقدهم لأنه ما شاف هذا الشيء في زوجته، فيبدأ ما ينتقدهم عفوا، يبدأ يتخيل هذه البنت اللي لابسه اللبس الضيق او اللبس الضيق في التلفزيون، ويبدا يقارن بينه وبين زوجته. حتى بعض المشاكل تجينا انه يقول لي الرجل انها ما تلبس لي، انها تقول لا عيب قدام الاولاد. لا صح. هذا اذا كان عيب انت كيف حتعلمي اجيالك، كيف حتعلمي اولادك انه يعيشوا حياتهم مع ازواجهم حياه سليمه وحياه قائمه على الحب والموده، انه الشيء هذا له حرام وله عيب. بعد كده اذا انت ما سويت كده حتبدا تعلمي اولادك زي ما اهلك علموك. ايضا الاغراء مثلا ممكن بالعطر، ايضا يمكن اغراء الزوج عن طريق العطر، يساعد في تحريك مشاعره. الرجل لما يدخل المنزل يلاقي ريحتك حلوه، ريحتك فيها عطر، وهذا حيتحرك عند الرجل النشوه بالجماع معك ويقعد معك طول اليوم. ايضا برضو الاغراء الجسدي، مثلا عن طريق الاعتناء بالجسد، عن طريق وضع مثلا كريمات تجعل جسم المرأة مشدود، ممارسة الرياضة عشان تفتن الرجل اللي هي تفتن زوجها، مثلا نعومة جسمها، منظرها الجذاب. لكن إذا أهملت المرأة هذا كله فإن الزوج سيبدأ بالتفكير بالنساء اللواتي يراهن خارج المنزل أو يراهن في التلفزيون، مما يؤدي ذلك الى ابتعاد عن زوجته واهمالها الكليه. اللي حوصل فيه للملخص الاخير انه بعض النساء يجهل طريقه اسعاد زوجها، وخاصه بالامور اللي تتعلق بالعلاقه الجنسيه بين الزوجين. يعتبر فراش الزوجيه ركيزه مهمه في الحياه الزوجيه والجنسيه، حيث انه يسبب التوافق والحب والترابط بين الزوجين، مما يؤدي الى انشاء اسره سليمه محبه ومترابطه فيما بينها. ايضا يجب على المراه ان تقوم بعده امور لاسعاد زوجها في الفراش، ومن ابرز هذه الامور التي تجعل المراه اكثر اثاره جنسيا هي أن تحب المرأة جسمها زي ما قلنا في البداية، وتهتم به فعليا، أن تبرز أكثر الأماكن إثارة من جسدها عشان تقوم بجذب زوجها للاستمتاع معها في العلاقة الجنسية. وآخر شيء العلاقة الجنسية تعد الرائحة في العلاقة الجنسية تعد الرائحة الجميلة للمرأة سببا رئيسيا في إسعاد الرجل أثناء العلاقة الزوجية، فهي برائحتها تلفت انتباه الرجل وترغبه في الاستمرار معها لوقت أطول. ونفس الشيء كمان يعني يا دكتور، بعض النساء تقول إنه أيضا الكلام هذا ينطبق على الزوج، إنه كمان برضو يهتم بنفسه وبالريحة وبالتفاعل معها. تقول في آية في القرآن تقول ولهن مثل الذي عليهن، يعني زي ما للمرأة إنها تبغى الرجل يتطيب لها ويتزين ويتجمل، أيضا الرجل يحتاج إن المرأة تتزين. بس طبعا هذا الكلام يكون في المرأة أكثر واحد، أن المرأة هي جبلت على المساحيق والمكياج، وهذا مو معناته إنه الرجل يكون متسخ أو ريحته ما هي كويسة، عشان لأنه لو ريحته ما هي كويسة حتنفر مهما كانت هي جميلة، مهما كان هي تحبه. لبسه، كلامه، اسلوبه، حتى هو الرجل يحتاج انه هو يغري المرأة في بعض الحركات اللي تثيرها جنسيا عشان ترغبها في العلاقة الجنسية. نحن مشكلتنا استاذة سارة والكلام للمستمعين ايضا انه نحاول نتجنب دائما الكلام في العلاقة الجنسية بين الرجل والزوج، ورغم انه هذه العلاقة هي الذي من اساسها ومن اجلها وضع الزواج، والنتيجة هي التكاثر، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكاثروا وتناسلوا فإني أتباهى بكم يوم القيامة. فمشكلتنا نحن كمجتمع سعودي أو مجتمع عربي نخجل من الكلام هذا. بيقول لك هذا كلام عيب، هذا كلام فاضح، هذا كلام يفرق الغرائز. يا أخي خليني أتكلم في الموضوع هذا، خليني أحرك غرائز زوجتي، هي تحرك غرائزي. أنا إذا أنا ما فرغت طاقتي في زوجتي وهي فرغت طاقتها فيها، فشيء طبيعي إني أنا حفرغ طاقتي في شيء آخر، والشيء الآخر هذا أكيد إنه شيء محرم بالحرام. طيب أنا لو سويته بالحرام ممكن يسمح الله طبعا حكسب إثم، هذا أول شيء. وهي أيضا الزنا هذا من الموبقات السبعة الكبيرة. أيضا إنه ممكن حتى أمراض يصير ينقل. الأمراض هذه أمر وارد جدا، أمر وارد جدا. فأنا زي ما قلت لك بدل أنا ما أفرغ طاقتي في الحرام تمام وبرا بيتي، أنا أفرغ طاقتي مع زوجتي وزوجتي تفرغ طاقتها. ليش نحن بنستحي كمجتمع سعودي أو مجتمع عربي من إن نحن نتكلم في هذه المواضيع؟ بالعكس المواضيع هذه حتى الدين علمنا إياها وعلمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. ديننا دين الكمال، ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات الرسول إلا وعلمنا كل شيء في الدين، حتى العلاقة بين الرجل والمرأة في فراشها علمنا إياها الرسول. للأسف يعني معظم الدول الآن بدأت تحث الناس على الدورات حق
اللي تكون فيها العلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة. ولكن للأسف نحن في المجتمع السعودي هذا طبعا الكلام هذا مرفوض بحجة ليس بحجة الدين ولكن بحجة العادات والتقاليد. إنه عيب، صحيح، إنه عيب، وإنه للأسف يعني ثقافة العيب عندنا غلبت كثير على ثقافة الحرام. فأنا كوني أنا أتكلم وأوجه الشباب وأوجه الشابات اللي قبل الزواج وحتى المتزوجين، وهذا دور الأهل يعني كمان يا دكتور، يعني بعض دور الأهل هذا دور أولي ودور مهم وأساسي. ولكن أنا أطالب الجهات المختصة في التدريب مثلا زي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، زي الناس المسؤولة عن التدريب هذه، أنا أطالب بشدة إنه يكون في دورات، ليست دورات لمقبلين على الزواج بس كيف تطبخ المرأة أو كيف تتصرف الرجل، لا، حتى في العلاقة الحميمة. ادخل يعني اذا انت برا مستحي انك انت تخلي الرجل مثلا يشرح للرجال والنساء، خلي الحريم يشرحوا للحريم، مدربات النساء يشرحوا للفتيات النساء، والمدربين الرجال يشرحوا للرجال، بحيث انه عشان مثلا تلغي كلمة حياء انه الرجل كيف يشرح لامرأة. هنا توفق اول شيء العلاقة، يعرف الناس كيف تبنى العلاقة هذه. للأسف بيجينا حالات في العيادة إنه رجل تزوج امرأة لا يعرف شيء، هي لا تعرف شيء عن العلاقة الجنسية، وهو أيضا لا يعرف شيء، بحكم إنه الأم ما قالت لبنتها أو الولد أو الأب ما قال لولده. صحيح. أي نعم، واحد يجي يقول لي لا الجيل هذا متعلم، وهذا مهما كان متعلم، الأب لما يجي يعلم ولده بالطريقة السليمة والطريقة الإسلامية والطريقة الصحيحة، غير لما يجي يقول لي أنا والله بيقرأ في النت أو بيتفرج لمؤاخذ الأفلام عزكم الله الأفلام الجنسية، وهذا كله أمر غير مرغوب فيه أساسا. لكن لو كان في أب صالح وأم صالحة وعلموا أولادهم العملية الجنسية، وإنك حتروح بيت زوج وحتروح بيت رجل وحيصير فيه كده وحيصير كده وهو حيسوي كده وإنت حتسوي كده، حيبدأ يتعلموا. وأيضا لا غنى وأنا أقولها بأعلى صوتي وأطالب، قلت لك جميع الجهات المختصة، لا غنى عن الدورات اللي تكون في العلاقة الحميمة بين الزوجين، عشان نحن كل هدفنا إيش؟ إنه تنشأ أسرة سليمة. أسرة صحيحة، أسرة ما نفتقدها بعد شهر شهرين أو سنة سنتين بكلمة الطلاق. صحيح. استشاري علم النفس والاستشاري الأسري دكتور ماجد الأهدل، إن شاء الله إنه الأربعاء القادم يكون في موضوع جديد يخص الرجل والمرأة ونتعلم أكثر منك يا دكتور. يعطيك العافية بإذن الله تعالى. شكرا، حياك الله.